والآن نقدم لكم حوارنا الخاص الذي أجريناه مع نجم فيلم وادي الذئاب فلسطين نجاة الششمس حول الفيلم. مرحبا سيد نجاتي، كيف الحال؟ بخير، أهلا بك آنستي. أود أن أشكرك في البداية على منحنا وقتك الثمين في ظل إيقاع عملكم الكثير. أنا من يتوجب أن يشكركم. من هو بولات علمدار المعروف في العالم العربي بمراد علمدار بالنسبة لك؟ مراد علمدار هو ليس شخصا واحدا، بل هو شخصية كاملة تكونت من مجموعة. هو شخصية جمعت عبد الحي وميماتي وأحبة مراد علمدار وعائلته ومحبيه. هو شخصية اختلطت واتحدت مع ميزات وشخصيات من حوله، وهو في الواقع شخصية جمعت في طياتها الكثير: ثقافتنا وأعرافنا وتقاليدنا وكل القيم النبيلة الموجودة لدينا. كما أن كتاب النص قد بذلوا جهودا مضنية من أجل تكوين هذه الشخصية، وقد تم اختيار الممثلين المناسبين تماما للعب هذه الأدوار. فكان أداء الشخصيات متقنا وبحرفية، وكأنها شخصيات حقيقية. وقد ساعد بابا عمر كثيرا في تكوين هذه الشخصية، وذلك عن طريق تقريب علاقة الصداقة، وصولا لدرجة فداء هذه الشخصيات أنفسهم للآخرين. لذلك لاقت هذه الأدوار قبولا كبيرا لما تمثله من حب وتضحية من أجل الآخرين والوطن. وفي الواقع كان هذا الرجل قد حارب من أجل وطنه وشعبه والقيم التي يؤمن بها، كما كرس حياته من أجل نصرة الضعفاء والمسحوقين لإظهار الحق تحت وطأة ضغط النظام. وهذا أمر ليس خاصا ببلدنا فقط، بل يمكن أن يحدث في بلدان أخرى. كما أن هناك رفاق درب ساندوا هذه الشخصية التي وقفت بدورها إلى جانب المظلومين، فنرى بجانبها دائما عبد الحي وميماتي، أحدهما يهب الحياة والآخر ينشر الموت. أما من جهة أخرى فنجد مراد مع هاتين الشخصيتين هو شخصية تنظر إلى نفس الهدف باستمرار، وهي على الخط القائم بين الحياة والموت. تم إنتاج فيلم عن فلسطين. هل كان مشروع هذا الفيلم موجوداً قبل وقوع بعض الأحداث الدولية أم أنه أنتج لاحقاً؟ وما هي حكايته وكيف يوصل فكرته؟ بعد إنتاج فيلم وادي الذئاب العراق وبشكل مباشر جلسنا مع المرحوم عمر لطفي متى. كنت أنا وأخي رجائي وكاتبي السيناريو بهادر وجنيد، فقالوا لننتج فيلما عن فلسطين. وكان حينها عمر لطفي متى رحمه الله على اطلاع واسع ومعرفة عميقة بالشؤون الفلسطينية. روى لنا الكثير من القصص الحقيقية، وأكد على أن هناك حاجة ماسة لتوضيح هذه الحقائق. بعد ذلك بدأنا على الفور بالكتابة للمشروع الجديد، ثم بدأنا نجسد هذا أولا في بعض الحلقات من مسلسل وادي الذئاب، وبعد هذا بدأنا نتلقى ردود الأفعال الغاضبة من إسرائيل على أننا نغالط الواقع، وبأن ما نجسده هو أمر غير مقبول ومناف للحقيقة. لكن لم نكترث لهذا، وتبعنا طريقنا دون أن نتوقف. كان سيناريو فيلم وادي الذئاب فلسطين قد انتهى تقريبا عندما وقعت حادثة السفينة التركية مافي مرمرة. في الحقيقة كنا سنبدأ فيلمنا مع حادثة مجزرة شاطئ غزة. كنا سنبدأ من تلك الحادثة ونستمر معها في حكايتنا، إلا أن وقوع مأساة الاعتداء على سفينة المساعدات التركية جعلنا نرى أنه من المناسب البدء من هذه الحادثة، لأن 9 من مواطنينا سقطوا شهداء على متنها، وهذا ما سبب لنا شعورا بالحزن والألم. وهكذا فضلنا الذهاب إلى فلسطين انطلاقا من حادثة السفينة. Arap nüfusu bizim nüfusumuzu geçecek. هل تعرض الفيلم لضغوط دولية أو هل كان لدى فريقكم خشية من تلقي ضغوط دولية؟ ليس لدينا خشية من أحد،
نحن مستمرون في طريقنا لإظهار الحق. كنا دائما مرفوعي الرأس وسنبقى كذلك. بالطبع تلقى الفيلم ردود أفعال ولا يزال. ففي ألمانيا، وهي بلد لا رقابة فيها، كاد أن يمنع عرض الفيلم. تقدمنا بطلب إلى المجلس الأعلى فألغوا المنع، لكنهم وضعوا عمر 18 عاما كحد عمري لمشاهدة هذا الفيلم، وهو أمر ليس بالقليل. فهم منعوا فئة الشباب الصغيرة من مشاهدة فيلمنا بحجة وجود مشاهد عنف. لكن في الأصل السينما تمنع دخول الأطفال دون 18. ولكن حين عدم تمكنهم من منع عرض هذا الفيلم، أرادوا أن يوجهوا ضربة خفية له بهذا الإعلان. وهذا ما حدث في الواقع في ألمانيا نتيجة الضغوط. أما في تركيا فقد تم تشكيل بعض اللوبيات التي سعت لمنع عرض الفيلم، لكن مساعيهم باءت بالفشل، لأن الشعب التركي كان يريد حقا مشاهدة هذا الفيلم. الشعب العربي أيضا يريد ذلك. كيف استقبل هذا الفيلم في العالم العربي، أو بالتحديد من قبل الفلسطينيين؟ ما عرفته وسمعته من ردود الفعل العربية هو أنهم فرحوا كثيرا بهذا الفيلم. وسمعت أنهم يقولون إن إسماعكم صوتنا للعالم يبعث القوة فينا، وهذا يدل على ملامستنا للحقائق المعاشة في فلسطين اليوم ومدى تعتيم الإعلام على الحقيقة. لقد قالوا لي أنهم فخورون بوجود شخص مثل مراد علمدار. أنا أعرف كل ذلك، وأرجو أن نكون قد ساهمنا ولو بقدر ضئيل في كفاحهم ضد الظلم والاحتلال. لكني أعتقد أن الأوضاع يجب أن تهدأ في العالم العربي ليتمكنوا من مشاهدته. ما هي المشاريع التي سنرى فيها نجاة ششماز بعد وادي الذئاب، أو على الأصح هل سنراه في مشاريع أخرى؟ لا يمكنني أن أمثل الآن قبل الانتهاء من شخصية مراد علمدار، لأنني أتابع التمثيل حتى الآن في مسلسل وادي الذئاب في شخصية مراد، كما أنني مستمر في العمل في تصوير الأفلام بذات الشخصية، فلا يمكنني الظهور كنجاة ششماز في الدعايات أو بشخصيات أخرى، لأن ذلك غير مناسب في الوقت الحالي. لقد اعتاد المشاهد على ذلك. نعم، أحبوني بشخصية مراد، ولا أريد أن أفسد استيعابهم، لذلك يجب أن ينتهي مسلسل وادي الذئاب كي أستطيع التمثيل في مشروع آخر. بعد انتهاء المسلسل يجب أن أفكر بعمق وأعمل بجد من أجل الشروع في عمل سليم آخر، فأنا أريد لعب دور شخصية أخرى. أعتقد أنني سأفضل التمثيل في الأفلام السينمائية وليس في المسلسلات، هذا إن لم يطرأ أي تغيير. بماذا يعد وادي الذئاب فلسطين المشاهد والشعب الفلسطيني؟ ما الفائدة؟ في الحقيقة ما فعلته سفينة مافي مرمرة ضمن أسطول الحرية، أو ما كانت تحاول فعله من خلال تقديمها المعونات الإنسانية، هذا ما حاولنا فعله، وهو ما لم تستطع السفينة فعله، لكن بأسلوب مختلف. فكيف حاولنا فعل ذلك؟ عندما يكون هناك أناس ما وهم سجناء في زنزانة ومحشورون بين 4 جدران ويتعرضون للتعذيب ويعيشون معاناة يومية، لم نجد هناك أمر آخر من شأنه أن يبعث على الأمل بقدر ما باستطاعتنا إسماع صرختهم للآخرين. شعور الفلسطينيين بأن هناك من يسمع صوتهم يمنحهم القوة، ونحن بدورنا قلنا للفلسطينيين أننا بذلنا جهدنا لإسماع صوتكم إلى العالم في هذا الفيلم. ذلك الجهد هو في الحقيقة سفينة مافي مرمرة تبحر عبر الشاشة البيضاء، وسنرى إن كانت ستصل إلى هدفها، وبإذن الله إنها ستصل. هل هناك مشهد في الفيلم دغدغ مشاعرك، وما هو؟ سأخبرك. هناك مشهد إخلاء الزنزانات، مشهد إخلاء ميماتي للزنزانات، وهناك صيحة الفتاة
عند خروج سيمون من المنزل. أعتقد أنها ستبقى، وإن شاء الله سيتوضح للعرب أكثر بعد أن يشاهدوه بالدبلجة العربية. فهناك كلام تعلوه موسيقى اختيرت خصيصا لبعض المشاهد المؤثرة، وهناك صيحة الفتاة وصوتها الباكي وهي تقول: أمي أمي أنا وحيدة هنا. نسمع تلك الأصوات مع خروج الفتاة. كان ذلك المشهد مع الموسيقى رائعا. نرى مدى غربتها في ذلك الحين في الشوارع. إنه مشهد جميل، وهو مشهد مؤثر جدا، وخاصة لمن يعرفون اللغة العربية سيعجبون به. المشاهد العربي يفهم ذلك المشهد بشكل ممتاز. نعم، قد لا يفهم المشاهد التركي المشهد بشكل جيد لأنه ليس هناك ترجمة بالتركية. نشكرك جزيل الشكر لتخصيصك وقتك لنا، وأنا كفلسطينية وعربية أتوجه إليك بالشكر والتقدير لهذا الدعم الذي قدمتموه. شكرا جزيلا. عفوا. Bunların laftan anlayacağı yok. Elbet anlayacakları lafı buluruz.